السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تاني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ درس الضغط عند نقطة في باطن سائل. في البداية بس كده يا شباب، في مصطلح مهم جدا اسمه الضغط الجوي، لازم نبقى عارفين الأول. رقم واحد الضغط الجوي، الرمز بتاعه بي اي كده، تمام. وطبعا البي اي ديت غير البي اي اللي هي كانت رمز الباسكال اللي هو وحدة قياس الضغط عموما يعني. طيب مين بقى الضغط الجوي؟ بكل بساطة من اسمه كده ضغط الجوي، ضغط الجو اللي هو ضغط الهواء يعني الشباب لو احنا مثلا عندنا ده سطح الأرض، تمام، لو ده كده سطح الأرض وده كده الغلاف الجوي أو قمة الغلاف الجوي، انت عندك الهواء ده كله بيضغط على مين؟ بيضغط على سطح الأرض اللي تحته، تمام. طيب قيمة الضغط الجوي دي بتساوي كام؟ قال لك رقم ثابت في الغالب يعني، أو الضغط الجوي بيساوي، قال لك 1.13 في 10⁻⁵ ايه بقى؟ باسكال، تمام. فأنا عايزك تاخد بالك بقى الرقم ده، أنا عايزك تتعود عليه عشان هيتكرر معانا كتير. قيمة الضغط الجوي بتساوي كام؟ 1.13 في 10⁻⁵ ايه باسكال. طبعا عايزك تاخد بالك برضو ان البي اي دي رمز مين؟ رمز الضغط الجوي، اما البي اي دي رمز الباسكال. خلاص يا شباب؟ يبقى ده يا شباب بكل بساطة الضغط الجوي. يبقى احنا بقى عايزين نطلع له التعريف بتاعه، هنقول ايه؟ الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء. وزن ايه؟ عمود الهواء الذي قاعدته وحدة المساحات. طيب وارتفاعه؟ ارتفاعه من نقطة معينة على سطح الأرض يعني حتى قمة الغلاف الجوي، تمام؟ ارتفاعه من نقطة معينة حتى مين؟ حتى قمة الغلاف الجوي. خلاص يا حضرات؟ طيب رقم 2 بقى، يلا ندخل ندرس مين؟ ضغط السائل بقى. رقم 2 ندرس ضغط السائل عند نقطة في باطن السائل ده. ضغط السائل عند نقطة في باطنه. يعني يا حبايب مثلا لو انا عندي اناء كده في سائل معين، تمام، في اي سائل بقى، ميه، زيت، ايا كان، بالشكل ده مثلا، وفي نقطة هنا كده في باطن السائل، نقطة جوه السائل كده، واحنا عايزين نحسب قيمة الضغط بتاع السائل عند النقطة ديت. بنعمل ايه؟ اول حاجة بنقيس ارتفاع السائل من اول النقطة دي لحد سطح السائل كده، ولازم يكون الارتفاع ده يا شباب عمودي، تمام، اللي هو الاتش. لازم يكون الارتفاع ده ايه؟ عمودي من اول النقطة لحد مين؟ لحد سطح السائل. يعني ما ينفعش يكون الارتفاع مائل كده، ما ينفعش، لازم يكون الارتفاع ايه؟ عمودي. وبكل بساطة بقى لو احنا عايزين نحسب ضغط السائل عند النقطة ديت او بي بتاع السائل بيساوي رو جي اتش على طول، تمام. من الرو دي كثافة السائل، الرو دي كثافة مين؟ كثافة السائل. طيب من الجي؟ طبعا عجلة الجاذبية الأرضية. الجي عجلة مين؟ الجاذبية الأرضية، طبعا ثابتة 9.8 أو 10 حسب ما ادالك في المسألة. من الاتش ده بقى؟ الاتش ده ممكن نسميه، بص، ارتفاع السائل، بس منين لمين بقى؟ من عند نقطة لحد سطح السائل، تمام. أو ممكن نسميه عمق النقطة، ممكن نسميه عمق النقطة أو سمك السائل. ونقصد بسمك السائل مش سمك السائل كله، لا، ده سمك ايه؟ السائل اللي فوق النقطة بس، تمام. يبقى اتش ده ممكن نسميه كده عمق النقطة اللي انت عاوز تحسب قيمة ضغط السائل عندها، تمام. أو ممكن نسميه ايه؟ البعد العمودي. البعد العمودي بين مين ومين بقى؟ بين النقطة اللي احنا عاوزين نحسب قيمة ضغط السائل عندها ومين؟ وسطح السائل. خلاص يا حضرات؟ البعد العمودي بين النقطة ومين؟ وسطح السائل. طيب وحدات القياس، طبعا الكثافة خدنا الوحدة بتاعتها تقاس بالايه؟ كيلوجرام على متر ايه؟ على متر مكعب. طب والعجلة؟ العجلة طبعا قيمتها 9.8 متر على الثانية تربيع، او يديها لك 10 متر على الثانية ايه؟ تربيع. طيب البعد اللي هو الاتش، اي بعد طبعا يقاس بالايه؟ يقاس بالمتر، تمام. طيب والضغط طبعا يقاس بالايه؟ يقاس بالباسكال، او ممكن نقول نيوتن على مين؟ على متر مربع، هي وحدة قياس الضغط عموما يعني. طيب القانون ده جه منين؟ بص يا سيدي، هو دلوقتي لو انا قلت لك قانون الضغط عموما بيساوي ايه؟ الضغط عموما بيساوي القوة العمودية على المساحة، صح؟ القوة العمودية على المساحة. طيب دلوقتي انت عاوز تحسب ضغط السائل، القوة العمودية اللي بتأثر على نقطة هي مين؟ هي وزن السائل اللي فوق النقطة، صح؟ وزن السائل. يبقى الاف دي بقى يبقى مين؟ الاف جي، وزن السائل. طيب
كده السائل بيضغط بوزنه على مين؟ على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. ما انا قلت لك الحصة اللي فاتت لما بنيجي نتعامل مع نقطة في الفيزياء ما بنتعاملش مع النقطة نفسها، امال بنتعامل مع ايه؟ بنتخيل النقطة ديت ايه؟ مركز دايرة، تمام؟ مساحتها 1 متر مربع. بنتخيل النقطة ديت كده مركز دايرة، تمام كده؟ مساحتها ايه؟ 1 متر مربع. فاحنا دلوقتي بنحسب مين؟ ضغط عمود السائل ده المحيط، تمام؟ المحيط بمين؟ المحيط بالنقطة دي. فاحنا دلوقتي وزن السائل ده مفكوكه مين؟ كتلة السائل اللي هي ام في عجلة الجاذبية الأرضية، والمساحة تبقى مين؟ مساحة عمود السائل ده اللي هي ايه؟ تنزل زي ما هي. طيب كمل كده. الكتلة هي كتلة السائل أو كتلة عمود السائل ده مفكوكة ايه؟ كثافة السائل في حجم السائل أو حجم عمود السائل ده يعني، تمام؟ والجي عجلة الجاذبية الأرضية زي ما هي وتحت المساحة. طيب كمل كده. أدا الجي زي ما هي، والرو كثافة السائل زي ما هي، والمساحة زي ما هي مساحة عمود السائل ده. طب والحجم بقى؟ حجم عمود السائل ده مفكوك ايه؟ مساحة عمود السائل، تمام؟ مساحة القاعدة بتاعته أو مساحة الوجه بتاعه في ارتفاعه في الاتش، أو يبقى ايه؟ في الاتش. طبعا بتطير انت الاتش مع الاتش، تفضل مين بقى؟ رو في الاتش في الجي، تمام؟ أو يبقى كده البي بيساوي ايه؟ رو في الاتش في الجي، أو ممكن نخليها رو في الجي في الاتش، تمام يا شباب؟ يبقى ده القانون اللي احنا ايه؟ استنتجناه فوق اهو. يبقى على طول بقى أول ما يسألك على ضغط السائل عند نقطة في باطنه، على طول رو جي اتش. من الرو كثافة السائل، في الجي عجلة الجاذبية الأرضية، في الاتش اللي هو مين بقى؟ ممكن نسميه عمق النقطة أو ارتفاع السائل من أول النقطة لحد سطح السائل اللي فوق، تمام؟ طب يا شباب تعالوا نشوف المسألة دي كده، مسألة مباشرة أهو. بيقول لك إذا كانت كثافة ماء البحر 1030 كيلو جرام على متر مكعب. طبعا عارفين إن كثافة الماء 1000، لكن طبعا عشان مية البحر يعني كثافتها أكبر شوية، يبقى دي على طول مين؟ الرو اهيت، تمام؟ كام؟ 1000. طبعا الرو بتاعت السائل 1000 وكام و30 كيلو جرام على المتر تكعيب. طيب بيقول لك فيكون العمق الذي عنده ضغط الماء يساوي 92 كيلو باسكال. دلوقتي هو عايز مين؟ العمق، يعني عاوز الاتش. بس خد بالك بقى الضغط هنا مديولك بكام؟ ضغط الماء مديولك بالايه؟ بالكيلو باسكال، فانت لازم تحول بقى. يعني هو دلوقتي مديك البي 92 بس كيلو، تضرب في كام؟ الكيلو 10 أس 3 عشان تحول منين؟ من كيلو باسكال الى باسكال. طيب ومديك طبعا الجي عجلة الجاذبية كام؟ 9.8 على طول. يلا ضغط المية او ضغط السائل عموما بيساوي رو جي اتش، تمام؟ عوض يلا. البي بكام؟ 92 في 10 أس 3 اهو، 92 في 10 أس 3. طب والكثافة 1030. مسألة سهلة يعني، تعويض مباشر. والجي عجلة الجاذبية 9.8 في مين بقى؟ في الاتش، في العمق او الارتفاع اللي هو عايزه. يبقى الاتش كده على طول بيساوي البعيد على القريب، 92 في 10 أس 3 على ده كده، 92 في 10 أس 3 على مين؟ على ال 1030 في كام؟ في 9.8. بآلتك تطلع معاك 9.11 ايه بقى؟ متر، عشان ده ايه؟ ارتفاع. خلاص يا شباب، اكتب المسألة كده خلص. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك دورق مخروطي يحتوي على سائل كثافته 900 كيلو جرام على متر مكعب. ماشي، يبقى دي مين؟ الرو على طول اهو. طلع كده معطياتك كده، الرو ب 900 كيلو جرام على المتر تكعيب. طيب إذا أثر السائل بقوة ضاغطة مقدارها 7.2 نيوتن، يبقى دي مين؟ القوة الضاغطة اللي هي الإف، 7.2 مين؟ نيوتن، اللي هي قوة ضغط السائل يعني. طيب على قاعدة الدورق، فإن ارتفاع السائل في الدورق اللي هو الاتش بيساوي كام؟ عاوز ارتفاع السائل ده، عاوز الاتش عادي. يلا مش البي، ضغط السائل بيساوي رو في الجي في الاتش. طيب انت عاوز مين دلوقتي؟ عاوز الاتش زي المسألة اللي قبلها. الاتش هيساوي على طول البعد على القريب. الاتش ارتفاع السائل بيساوي الضغط اللي هو البي على الرو في الجي على الرو في الجي. طيب الرو والجي معاك، الرو ب 900 والجي ب 10 عجلة الجاذبية. طب الضغط بقى مش موجود، صح؟ ما انت تقدر تحسب الضغط من القانون الاساسي للضغط اللي هو ايه؟ القوة العمودية على مين؟ على المساحة، مش كده؟ طيب القوة العمودية اللي هي القوة الضاغطة، هو مديها لك اهو 7.2 بس تعالى لي بقى على المساحة. انت عندك هنا هو مديك مساحتين، مديك مساحة القاعدة بتاعت الإناء اللي هي 2 في 10 أس سالب 3 متر تربيع، ومديك مين؟ مساحة الإناء من فوق، مساحة الفوق بتاعته 10 أس سالب 3. تاخد من فيهم؟ طبعا الضغط بناخد المساحة اللي تحت، مساحة القاعدة اللي تحت، يبقى دي المساحة اللي هتدخل معانا في القانون، تمام؟ يبقى المساحة هي مين؟ هي 2 اللي هي بكام؟ 2 في 10 أس سالب كام؟ 3. تحسب على طول بالآلة يطلع معاك الضغط 3600 باسكال، تمام يا شباب؟ على طول جبت الضغط، عوض بقى من هنا. هات مين؟ هات الاتش، هات الارتفاع. يبقى كده الاتش بيساوي الضغط جبناه 3600 على الكثافة اللي هي كام؟ 900 مضروبة في مين؟ في عجلة الجاذبية الأرضية مديها لك هنا ب 10، تمام؟
احسب براحتك، يطلع معاك الارتفاع 4/10 متر. بس كده تبقى المسألة خلصت. طيب المسألة اللي بعدها، ركز كده بقى في المسألة دي يا شباب. بص انت عندك يعني ممكن نسمي دي كده الفكرة رقم 3. انت عندك احنا قلنا الضغط عموما بيساوي ايه؟ القوة العمودية او القوة الضاغطة على مين؟ على المساحة. طيب القوة العمودية ديت احنا بنفكها كتلة الحاجة اللي بتضغط ديت في عجلة الجاذبية الأرضية. لو الحاجة اللي بتضغط ديت بتضغط بقوة وزنها، تمام، يبقى القوة مفكوكة هي كتلة في عجلة الجاذبية الأرضية على مين؟ على المساحة. طيب هو في المسألة هنا بقى ديت هيطلب منك مين؟ الكتلة دي. تعالى كده نشوف. بيقول لك إذا كان نص قطر الأرض 6.37 في 10 أس 6 متر. ماشي، يبقى ده مين كده؟ نص قطر الأرض، الآر يعني. ومتوسط الضغط الجوي عند سطح الأرض 1.13 في 10 أس 5 إيه؟ باسكال. ده الضغط الجوي، تمام. أنت كده معاك مين هنا؟ معاك البي. طيب وقال لك هنا ايه؟ ومساحة سطح الكرة 4 باي ار تربيع، يعني بيديك القانون بتاع ايه؟ بتاع المساحة يعني. ماشي، مساحة الكرة. خد بالك حجم الكرة، الناس اللي حافظة حجم الكرة 4/3 باي ار تكعيب، لكن ده مساحة الكرة 4 باي ايه؟ ار اس 2، تمام؟ ماشي. وعجلة الجاذبية الأرضية مديالك 9.8، بدي مين كده؟ ديت كده الجي. فإن الكتلة الكلية التقريبية للغلاف الجوي بتساوي كام؟ طبعا الكتلة تقاس بالكيلو جرام، وعايز مين؟ عاوز الام ده. خلاص، طرفين في وسطين وهات الام في طرف لوحدها. يعني من القانون ده كده البي بتساوي ام في الجي على الاي، تمام. هنا ما فيش مقام يعني واحد، فواحد في ام في جي بام في جي بتساوي مين؟ البي في الاي، اهو البي في الاي. يبقى من هنا كده على طول الام بقى بتساوي مين؟ البعيد على القريب، بي في الاي على الجي، اهو بي الضغط في المساحه ايه على مين؟ على عجله الجاذبيه الارضيه. على طول تحسب مين الام من هنا بطريقه مباشره على طول. يبقى يا شباب الام اهيت بتساوي بنقول ان ايه؟ البي في الايه على مين؟ على الجي. طيب البي معاك ضغط الجو اهو، انت بتحسب مين؟ كتله الهواء اهو. بيقول لك الكتله الكليه التقريبيه للغلاف الجوي، يعني بتحسب هنا كتله مين؟ كتله الهواء. خلاص، فانت الضغط هيبقى هنا ضغط الهواء بقى في المساحه، مساحه السطح اللي الهواء بيضغط عليه، اللي هي مساحه مين؟ مساحه الكره الارضيه. كام الرقم ده؟ هتحسبه بقى، وطبعا هو مديك نص القطر اهو، تمام. يبقى انت في جنب كده تروح تحسب لي مين؟ مساحه سطح الارض. مساحة سطح الأرض بتساوي 4 باي ار تربيع. عوض بقى الأربعة اهي، والباي 22 على 7 في نص القطر تربيع. نص القطر هو مديهولك اهو الرقم الكبير ده 6 علامة 37% في كام؟ في 10 أس 6 في 10، بس ايه الكل تربيع بقى، تربع نص القطر، تمام كده. طيب ماشي. طيب بالآلة بقى تروح تحسب الرقم ده، وزي ما يطلع معاك بقى على طول بقى تيجي هنا بقى تعوض من مين؟ في قانون الكتلة بقى. يبقى كده الكتلة بتساوي يلا الضغط اللي هو الضغط الجوي 1.13 في 10 أس كام؟ أس 5 في المساحة، الرقم اللي طالع معانا هنا. أو ممكن تحط القانون ده على طول 4 في الباي اللي هي 22 على 7 في مين؟ في نص القطر تربيع. نص القطر 6.37% في 10 أس 6 تربيع، تمام كده، على مين؟ على الجي اللي هو مديلك في المسألة هنا كام؟ ب9.8. خلاص يا شباب اهو دي 22 على 7. طيب تطلع معاك الكتلة بكام؟ ب5.27 في 10 أس 18 كيلو جرام. طبعا رقم كبير عشان ده كتلة بقى غلاف الأرض كله، تمام. 5.27 في 10 أس 18 كيلو جرام. كده نكون خلصنا السبورة الأولى. يلا ندخل على السبورة الثانية. طيب الفكرة رقم 4 بقى يا شباب، فكرة الإناء المغلق والإناء المفتوح. بقى كده عندي حالتين اهو. بص كده، رقم 1 بالنسبة للإناء المغلق، تمام، اللي هو بالشكل ده كده إناء، واحنا بقى سدناه من فوق، تمام. وطبعا السائل اللي فيه جوه اهو عادي. هنا كده يا شباب لو انا سألتك على ضغط الكلي او ضغط السائل عند اي نقطة، ولكن مثلا النقطة دي كده، على طول الضغط هنا بيساوي رو في الجي في الاتش. من الاتش الارتفاع ده من اول النقطة لحد سطح مين؟ سطح السائل. طيب ده بالنسبة للإناء مين؟ الإناء المغلق. طيب الحالة التانية بقى بالنسبة للإناء المفتوح. الإناء المفتوح بقى ليه حالتين، ممكن يطلب منك ضغط السائل، تمام، وممكن يطلب منك الضغط الكلي. ركز بقى في الحتة دي. يبقى الإناء المفتوح ليه حالتين، ده مثلا إناء اهوت في سائل، تمام، ومفتوح. يعني مفتوح يعني معرض للضغط الجوي،
طبعا بص السائل اللي فيه اهو، تمام كده. طبعا دلوقتي هو مفتوح يعني معرض لمين؟ للضغط الجوي البي ايه. والله لو طلب منك يعني ضغط السائل يبقى البي بيساوي بتاع السائل بس رو في الجي في الاتش، تمام. طيب لو طلب منك بقى الضغط الكلي، لا الضغط الكلي بقى هنا هتعمل ايه؟ هتجمع ضغط الجوي اللي هو البي ايه زائد ضغط السائل، تمام. يبقى هتجمع ضغط الجوي بي ايه زائد مين؟ زائد رو جي اتش تاني. يبقى لو كان الاناء مغلق خلاص يبقى انت كده ايه؟ مانع الهواء ان هو ايه؟ يدخل يضغط فوق السائل. فالضغط الكلي هنا هو ضغط السائل فقط اللي هو رو في الجي في الاتش، تمام. طيب لو كان الاناء مفتوح عندك حالتين بقى. ممكن يبقى الاناء مفتوح ويطلب منك ضغط السائل بس، خد بالك بقى ما تروحش تجمع الضغط الجوي، ما تقولش الاناء مفتوح يبقى ايه؟ بي ايه زائد رو جي اتش، لا. لو انا طلبت منك ضغط السائل بس يبقى رو في الجي في الاتش بس، تمام. طيب لو طلبت منك بقى الضغط الكلي، لو طلبت منك الضغط الكلي بقى على مثلا قاعده الاناء، يبقى اللي بيضغط هنا بقى حاجتين، مين؟ الضغط الجوي ضغط الهواء زائد ضغط مين؟ ضغط عمود السائل ده زائد ضغط السائل، تمام. يبقى الضغط الجوي بايه زائد الرو جي اتش. خلاص يا شباب؟ طيب ماشي. بنيجي الفكره رقم 4. تعالى يلا الفكره رقم 5. تفسير البعد العمودي عن سطح السائل. البعد العمودي عن مين؟ عن سطح السائل. انا بقول لك عشان تحسب قانون ضغط السائل اللي هو البي بيساوي ايه؟ رو في الجي في الاتش. مين الاتش؟ قلت لك ده البعد العمودي، يعني مش اي بعد، لا لازم يكون ايه؟ عمودي، البعد العمودي، تمام. فاكر واحنا بنحسب القوه كده كنت بقول لك برضه دي القوه الايه؟ القوه العموديه. يعني مثلا لو القوه كانت مائله كنا بناخد المركبه العموديه. نفس الكلام برضه بالنسبه لمين؟ للارتفاع. هديك فكرتين كده. بص الفكره الاولى في تفسير البعد العمودي، لو كان الاناء المحطوط فيه السائل بالشكل ده كده، ركز كده معايا. لو كان الاناء المحطوط فيه السائل بالمنظر ده، وده السائل جوه الاناء اهو، تمام. وكان مثلا ارتفاع الجزء ده وليكن مثلا 2 متر، وارتفاع الجزء ده وليكن مثلا كان 3 متر، تمام. وانا طلبت منك مثلا ضغط مين؟ ضغط السائل على مين؟ على النقطه هنا كده. طيب يا ترى الارتفاع اللي انت هتاخده ارتفاع شويه دول بس اللي فوق النقطه دول بس؟ لا. ليه بقى؟ لان انت عندك برضو ارتفاع برضو السائل ده برضو بيضغط على مين؟ بيضغط على النقطه دي برضو. يعني ال 2 متر ارتفاع شويه السائل اللي هم 2 متر برضو بيضغطوا مع مين؟ مع ال 3 متر. خد بالك بقى في الحته دي. يبقى الاتش هنا يا شباب، محدش يقول لي الاتش هنا اللي هو ال 3 متر بس ارتفاع شويه السائل اللي فوق النقطه، لا، ارتفاع من عند النقطه لحد مين؟ لحد السطح. طيب الارتفاع من عند نقطه لحد السطح، هل انت هتاخد الارتفاع المائل ده؟ برضه لا، ما ينفعش. ما انت بتاخد الايه؟ بتاخد الامتداد العمودي، تمام كده، من عند نقطه لحد سطح السائل. يعني بتمد كده وتاخد الارتفاع ده كله. الارتفاع ده كله عباره عن 3 زائد 2، تمام، عباره عن 3 متر زائد ال 2 متر. يعني انت هتاخد منها تاخد ال 5 متر كلهم. خلاص كده؟ طيب دي الفكره الاولى في مين؟ في البعد العمودي. طيب ادخل كده على الفكره الثانيه. لو كان البعد ده بقى مائل كده، يعني مثلا انبوبه، تمام، فيها سائل وكانت مائله كده. ركز بقى كده، انبوبه فيها سائل ومائله كده، وكان مثلا طول الانبوبه دي مثلا 10 متر. طيب وبعدين قال لك ان الانبوبه دي مائله على المحور الافقي. طبعا انبوبه فيها سائل اهو. وقال لك ان الانبوبه دي كده، تمام، او انبوب الميه ده كده مايل على المحور الافقي مثلا بزاويه ليكن 30 درجه، تمام، اللي هي الزاويه التي يميل بها مين؟ الانبوبه على مين؟ على المحور الافقي. طيب انت بتاخد دلوقتي مين؟ انت بتاخد البعد العمودي، صح كده؟ بتاخد مين؟ البعد العمودي ده، اللي هو البعد العمودي لمين؟ لارتفاع السائل. طب البعد العمودي ده هيساوي ايه؟ تعالوا انا اقول لك. هو دلوقتي مش انت عندك ساين الزاويه دي، ساين سيتا، الزاويه دي ايا كانت بقى 30 درجه 60 درجه زي ما تكون، مش ساين الزاويه بيساوي المقابل على الوتر؟ طيب المقابل مين؟ اللي هو البعد العمودي اللي هو الاتش بتاعنا، تمام، اللي هو ده كده، على الوتر اللي هو طول الانبوبه اللي هي ال 10 متر، تمام، ايا كانت بقى طولها كام. يبقى كده الاتش بيساوي ايه؟ بيساوي البعد اللي هو اللي مش عمودي اللي هو ال 10 متر ده، تمام، مضروب في مين؟ في ساين الزاويه، في ساين سيتا. يبقى البعد العمودي هنا او الارتفاع العمودي هو ال 10 ساين سيتا على بعضهم. خلاص يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف مساله. بيقول لك يكون الضغط الكلي عند النقطه ايه بيساوي كام؟ النقطه ايه فين؟ تحت اهو في قاع الاناء ده. عاوز مين؟ هو عاوز الضغط الكلي عندها. طيب خد بالك بقى، هنا الاناء مفتوح يعني الضغط الجوي مؤثر، وهو طلب منك مين؟ الضغط الكلي. يبقى كده الضغط الكلي البي الكلي هيساوي مين؟ الضغط الجوي زائد ضغط السائل، تمام، يعني هيساوي الضغط الجوي زائد ضغط السائل هو رو في الجي في الاتش.
طيب خد بالك بقى، مين الاتش؟ هل الاتش هي ال 4 متر بس؟ لا، انت بتاخد البعد العمودي من اول نقطه لحد سطح السائل، يعني ال 2 متر دول داخلين مع الاربعه برضه في الحسابات. تمام، البعد مين؟ العمودي، يعني بتمد السطح كده وبتاخد الارتفاع ده كله. دول يساوي 4 والارتفاع دول كام؟ 2، يبقى 4 زائد 2 اهو، الاتش هي بتساوي في جنب اهو 4 زائد 2 يعني كام؟ يعني 6 متر. تمام، روح عوض بقى. يلا الضغط الجوي مدولك اهو 1 و13 من 1000 في 10 أس 5 زائد الرو جي اتش، الرو بكام؟ 10 أس 3. تمام، في الجي مدالك بتسعة و8 من 10، والاتش احنا جبناه بقى كام؟ 6 متر. احسب براحتك بالآلة تجيب مين؟ تجيب الضغط الكلي عند النقطة ايه؟ يطلع معاك 1 و601 في 10 أس 5 ايه نيوتن على متر مربع او باسكال. تمام. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ منزل يزود بالماء من خزان. تمام، احسب ضغط الماء عند قاعدة الخزان، ومديك الكثافة اهوت، كثافة الماء رو ووتر 10 أس 3، وعجة الجاذبية بكام؟ ب 10 متر على الثانية تربيع. طيب بص يا شباب، عندك الخزان اهوت اللي هو مزود بالماء، طوله كام؟ الارتفاع الراس بتاعه 6 متر. طيب والخزان طبعا متصل بانبوب ميه كده، تمام، موصله بالمنزل. ارتفاع الانبوب الميه ده كام؟ 75 متر. وخد بالك برضو فينا ارتفاع افقي كده 30 متر، والانبوب ده مايل على الافقي بزاويه كام؟ 60 درجه. طيب بالراحه بقى، احنا عشان نحسب ضغط الميه يبقى كده الضغط الجوي مش داخل معانا في الحسابات، عشان قال لك ايه؟ عاوز ضغط الميه بس، يبقى رو في الجي في الاتش بتاعت الميه بس. تمام. طيب رو جي اتش بس. طيب الرو اهي 10 اس 3 والجي ب 10. طب والاتش بقى؟ يبقى المساله دي برضو مساله ايه؟ مساله لعب في الاتش. طيب الاتش بكام بقى؟ يلا نحسبها كده. بص يا سيدي، الاتش بيساوي، انت عاوز تحسب ضغط الماء عند مين؟ عند قاعده المنزل. يبقى انت تاخد الارتفاع الراسي من اول مين؟ من اول سطح الخزان، لان برضو الميه ماليه الخزان ده، فالخزان برضو بيضغط معانا. تمام، فال6 متر دول داخلين معانا في الحسابات عشان دولت ايه؟ راسيين. طيب ال 75 دول، هل ينفع اخد ال 75 هم مايلين كده؟ لا، امال انت بتاخد ايه؟ انت بتاخد الارتفاع الراسي بتاعهم دول. تمام، بتاخد مين؟ الارتفاع الراسي ده. طيب انت عشان تجيب الارتفاع الراسي ده كنا بنضرب الارتفاع المائل في ساين الزاويه، لسه قايلها اهو. يبقى هتمسك ال 75 ديت، تمام، تضربها في مين؟ في ساين ال 60، في ساين الزاويه دي. طيب وال 30 دول، هل دول داخلين معانا في الحسابات؟ لا، دول مش داخلين معانا في الحسابات خالص. ليه بقى؟ لان احنا بنقول الاتش هو البعد الرأسي ما بين النقطه اللي انت عاوز تحسب ضغط السائل عندها ومين؟ وسطح السائل. خلاص كده، فال 30 متر دولت بعد افقي، فدولت ملغيين خالص. تمام، لو جيت تجيب المركبه الرئيسيه بتاعتهم هتلاقيها صفر، فدولت ايه؟ بره الحسابات. فانت بقى تحسب دول كده بالاله، تطلع معاك كام؟ 70. تمام، و952 متر. طيب يلا نحسب بقى مين؟ ضغط الميه بقى. البي بيساوي رو في الجي في الاتش. الرو طبعا بتاعت الميه 10 أس 3، والجي مديها لك هنا في المساله ب 10، في الاتش اللي هو مين؟ الرقم ده 70 و952 من 100. يطلع الضغط طبعا 7.1 من 10 في 10 أس 5 نيوتن على متر تربيع او باسكال. الفكره اللي بعد كده يا شباب بقى فكره حساب القوه الضاغطه او القوه المؤثره. القوه الضاغطه. تمام، لا الاف يعني. طيب طبعا القانون العام بما ان البي بتساوي مين؟ القوه اللي بتضغط على المساحه، يبقى من هنا بقى الاف بتساوي مين؟ بي في الاي. الاف بتساوي الضغط في المساحه. طيب بس عندك ديت لها حالتين بقى، القوه اللي بتضغط ديت لها حالتين. الحاله الاولى لو سلك على القوه اللي بتضغط على قاع الاناء، القوه المؤثره على مين؟ على قاع الاناء اللي محطوط فيه السائل يعني. تمام. الحالة التانية بقى لو سالك على القوة اللي بتضغط على أحد الجوانب الرأسية للإناء أهو، القوة المؤثرة على أحد الجوانب الرأسية للإناء. تمام، وفي حالة تالتة هقول لك عليها دلوقتي، بس ركز معايا بالراحة كده يلا. والله لو طلب منك القوة المؤثرة على مين؟ على قاع الإناء أو قاعدة الإناء. بص كده، وليكن مثلا عندي إناء مثلا على شكل متوازي مستطيلات بالمنظر ده، واحنا مثلا مالينه بسائل معين. تمام، وعايزين نحسب القوة المؤثرة على مين؟ على القاعدة بتاعته او على القاع بتاعه اللي تحت ده. فبكل بساطة اف بتساوي مين؟ البي في الاي. تمام، ده اف مين؟ المؤثرة على القاع او القاعدة بتاعت الإناء يعني، بتساوي يلا
الضغط هنا اللي هو ضغط مين؟ ضغط السائل. طب ضغط السائل بيساوي ايه؟ رو في الجي في الاتش. مين الاتش بقى؟ ارتفاع السائل. تمام. فلو كان الاناء كله مليان بالسائل يبقى الاتش هي ارتفاع الاناء. طب خد بالك بقى، لو الاناء مثلا مليان نصه بالسائل يبقى هاخد ارتفاع الاناء كله؟ لا، هتاخد مين؟ ارتفاع السائل بس. تمام. طيب في مين؟ في المساحه. المساحه هنا بقى تبقى مساحه مين؟ مساحه القاعده بتاعت الاناء. يعني تضرب البعد ده كده، تمام، في البعد ده طول في عرض، يعني عشان تجيب مين؟ مساحه القاعده بتاعته. يبقى الايديت برضو مساحه القاع او مساحه القاعده بتاعت الاناء. خلاص يا شباب، يبقى تضرب في الايه عادي. طيب بص كده، مش ده كده ارتفاع السائل؟ وده كده مين؟ مساحه القاعده اللي تحت، يعني مساحه السائل من تحت يعني. فده كده ارتفاع في مساحه، ما ده يديك حجم على طول. يعني ممكن نعمل ايه؟ نشيل الاي في الاتش وننزلهم بمين؟ بالفوليوم على طول. تمام. والرو في الجي زي ما هي. يبقى كده رو جي في اتش في اي هي رو في جي في مين؟ في الفوليوم. طب مين الفوليوم ده؟ حجم السائل. حجم السائل كله. خلاص. يعني بما ان الاتش دي كان ارتفاع السائل كله والايه مساحه القاعده، يبقى ارتفاع في مساحه يبقى ده يديك مين؟ الحجم على طول اللي هو حجم السائل كله. خلاص يا شباب، يعني تقدر تحسب مين؟ القوه المؤثره على قاعده الاناء او القوه الضاغطه على قاع الاناء بالقانون ده على طول. طيب تعال بقى هنا، لو كان بقى سالك على مين؟ القوه المؤثره على احد الجوانب الرئيسيه للاناء. بص كده، دي طبعا لها حالتين. الحاله الاولى اللي هي العاديه خالص، لو ده مثلا الاناء شباب، ركز كده بقى معايا في الفكره دي، والسائل بتاعنا عادي اهو مال الاناء كده. طيب احنا مثلا عايزين نجيب القوة اللي بتضغط على مين؟ على الجانب الرأسي ده. هل يا ترى ينفع ناخد الارتفاع بتاع الجانب الرأسي ده كله؟ طبعا ده المتبادر للذهن يعني. تمام. احنا عايزين نحسب الاف، فالناس على طول الاف بي في الاي، تمام كده، والبي رو في الجي في مين؟ يقول لك في الاتش، والاي اللي هي مين؟ مساحة الجانب ده. بس خد بالك بقى، مين الاتش؟ هل الاتش هي ارتفاع الجانب ده كله؟ لا. ليه بقى؟ بص كده، انت عندك هنا الضغط على اي نقطة على القاع متساوي، لان القاع ماله؟ القاع افقي، فالضغط على اي نقطة هنا على القاع هيبقى ايه؟ متساوي. لكن هنا بقى انت عندك، لو انا قلت لك مثلا الضغط فوق هنا كده، تمام، عند ايه؟ عند قمة الاناء كده، او عند سطح السائل بيساوي كام؟ مفيش سائل بيضغط هناك، فالضغط هنا بكام؟ صفر. ضغط السائل البي بتاع السائل فوق كده بصفر. تمام كده. طيب تحت هنا بقى كده، الضغط عند النقطة اللي تحت ديت بيساوي كام؟ تقول والله ضغط السائل هيساوي رو في الجي في الاتش ده كلها. تمام كده، اهو في الاتش ده كلها. طيب وبالتالي بقى الضغط وانت نازل تحت كده ايه اللي بيحصل له؟ وانت نازل تحت الاتش عماله تزيد، وبالتالي الضغط عمال بيزيد. تمام. ارتفاع السائل بيزيد وانت نازل تحت، فالضغط ماله؟ كمية السائل بتزيد، فالضغط بيزيد. طيب وبالتالي بقى يبقى الضغط فوق كام؟ صفر. طب والضغط تحت رو جي اتش. فعشان كده احنا بقى هنا هناخد المتوسط. متوسط مين؟ متوسط الضغط. يعني من الاخر القوه دي هتبقى ايه؟ القوه المتوسطه. برضو القوه اللي احنا بنحسبها هنا بقى هتبقى القوه اللي هي المتوسطه، وبالتالي الضغط المؤثر هناخد الضغط مين؟ المتوسط. يعني الضغط المتوسط مش متوسط اي حاجه، بيساوي مجموع الحاجات دي على عاداتهم. طب انت عندك الضغط هنا بيتراوح من صفر الى لاسفل، طبعا بيساوي رو في الجي في الاتش، بيساوي رو جي اتش. يبقى انت تاخد المتوسط. المتوسط بنجمعهم ونقسم على عددهم، يعني نقسم على 2 عشان هما 2 اهم. الضغط فوق صفر زائد الضغط تحت رو جي اتش، يبقى صفر زائد رو جي اتش وتقسم على 2 اهو. تاخد المتوسط يعني صفر زيرو زائد رو جي في الاتش وتقسم على كام؟ تقسم على 2. يبقى كده رو جي اتش زائد صفر هي اياها رو جي اتش. تمام. وتقسم على مين؟ على 2. فمن الاخر بقى يعني هناخد نص الرو جي اتش يا شباب. تمام. يعني هناخد مين؟ هناخد نص الارتفاع ده، يعني الرو جي زي ما هما، اما الارتفاع بقى مش هتاخد ارتفاع الجانب الرأسي كله. ما انت هتعمل ايه؟ هتاخد نصه كده. خلاص. يعني لو ارتفاع الجانب الرأسي مثلا كان 10 سم هتاخد نص، تاخد 5 سم بس. يبقى نضرب الاتش دي في كام؟ في نص. تمام كده. فممكن بقى نجيب النص في الاول، يبقى نص في الرو في الجي في الاتش، والاي ده زي ما هي. مين الايه؟ مساحه الجانب الرأسي طوله في عرضه. خلاص. الاي ديت مساحه مين؟ الجانب الرأسي طوله في عرضه. يبقى ده الاف على مين؟ على الجانب الرأسي بيساوي نص رو جي اتش. خلاص يا شباب. طيب الحاله الخاصه بقى كده، ركز كده معايا. يعني يا شباب بكل بساطه، لو انا مثلا كان عندي اناء تمام بالمنظر ده كده، وطبعا مليان بالسائل عادي، اي سائل، قلت لك مثلا ارتفاع الجزء اللي فوق ده كده، تمام، وليكن مثلا كان 2 متر،
وارتفاع الجانب الرأسي ده كده وليكن مثلا كان 6 متر. طيب وبكل بساطة طلبت منك القوة اللي بتضغط على الجانب الرأسي ده. القوة اللي ايه اللي بتضغط على مين؟ الجانب الرأسي ده. الارتفاع اللي انت هتاخده هنا كام؟ طبعا احنا اتفقنا مين؟ نص الارتفاع، مش كده؟ طيب التفكير المتبادر للذهن بقى الناس تقول لك ايه؟ تقول لك مش احنا بناخد الارتفاع الكلي، يعني الاثنين دولت بينجمعوا مع الستة فيقول لك 2 زائد 6 كام؟ 8. حلو الكلام. بعد كده ياخد نصهم يبقى كام؟ 4. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ انت هنا هتاخد مين؟ هتاخد نص الجانب الرأسي بس، نص الارتفاع الرأسي بس. ليه؟ انا طلبت منك القوة على مين؟ القوة على الجانب الرأسي، فانت هتاخد نص الستة بس يا شباب. طيب والاثنين هتاخدهم كلهم. تمام؟ يعني وانت بتحسب الارتفاع في المشهد ده، تمام، الارتفاع اللي هو الاتش هتحسبه ازاي؟ هتاخد الاثنين دول كلهم، تمام، زائد مين بقى؟ نص الستة او نص في الستة. يعني بكل بساطة الاثنين زائد نص 6 3، يعني كده كام؟ يعني 5 متر. ادي الارتفاع اللي انت هتاخده وانت بتحسب القوة على مين؟ على الجانب الرأسي. تمام يا شباب؟ طيب ليه بقى احنا ما جمعناش الارتفاع الكلي وبعدين خدنا نصه؟ لان بكل بساطة يا شباب انا طلبت منك القوة اللي بتضغط على الجانب الرأسي، ما طلبتش القوة اللي بتضغط على مين؟ على الجزء ده. خلاص؟ فالقوة اللي بتضغط على الجانب الرأسي يبقى انت تاخد نص الجانب الرأسي بس، لكن الاثنين كلهم بيضغطوا معانا، بيضغطوا على الجانب ده، فناخد مين؟ ناخد الارتفاع اللي هو 2 متر ده كله. طيب تعالى كده نحل المسألة دي. بيقول لك في الشكل المقابل خزان ماء مكعب الشكل، تمام، مثبت بسطحه العلوي أنبوبة مغلقة من أعلى، مساحة مقطعها 20 سنتيمتر مربع، فإن القوة التي يؤثر بها الماء على قاع الخزان بكام وعلى أي جانب رأسي بكام؟ طيب بالراحة كده يلا. عاوز هو القوة اللي بتأثر على مين؟ على قاع الخزان. طيب القوة اللي بتأثر على القاع رقم 1 البي. الاف بقى القوة اللي بتضغط على القاع بيساوي كام؟ البي في الاي، وقلنا البي مفكوكه رو في الجي في الاتش، والاي زي ما هي. طيب انت عايز القوه اللي بتاثر على مين؟ على قاع الخزان، يبقى دي مساحه مين؟ مساحه قاع الخزان. والاتش الاتش مين بقى؟ الاتش الكليه بقى. انت عايز القوه بص اللي بتضغط على مين؟ على القاع تحت هنا، تاخد الارتفاع الراسي كله، يعني تجمع لي 2.2، تمام، اللي هو ارتفاع الانبوبه دي كده، زائد مين؟ زائد ارتفاع الخزان اللي هو كام؟ اللي هو 2 متر. يبقى بص كده اهو الرو بكام هنا؟ 10 أس 3، تمام، في الجي مديها لك في المسألة هنا ب 10، في الاتش مين؟ الاتش بقى بص افتح قوس كده، الاتش ده الارتفاع مين؟ السائل كله اللي هو كام؟ 2 و2 زائد مين؟ زائد ال 2 متر دول، وتضرب بره في مساحة القاع. طيب مساحة القاع كام بقى؟ مساحة القاع ده مش هو مكعب يعني متساوي الأضلاع، إذا كان ارتفاعه 2 متر يبقى عرضه 2 متر والطول بتاعه برضه 2 متر، تمام، يبقى 2 في 2 يعني أو 2 تربيع، هذا المساحة. بقالتك على طول بقى الناتج يطلع معاك 1 تقريبا يعني و65 من 100 في 10 أس 5 ايه بقى؟ طبعا نيوتن بس، مش نيوتن على متر مربع بقى، نيوتن بس عشان انت بتحسب ايه؟ بتحسب قوة، تمام. طيب يلا المطلوب الثاني، عاوز القوة اللي بتضغط او القوة اللي بيأثر بها الماء على مين؟ على اي جانب رأس الخزان. اف المؤثرة مثلا على الجانب الرأسي ده. يلا على طول قلنا ايه؟ هناخد بص شوية اللي فوق بناخد ارتفاعهم كلهم، تمام. طب والجانب الرأسي بناخد نصه بس. طيب يبقى كده اف برضه بيساوي رو في الجي في الاتش في مين؟ في الاي. بس خد بالك بقى مين الجي مين الاتش ده؟ تعالى الرو 10 أس 3، طيب في الجي ب 10، في الاتش افتح لي بقى قوس كده، الاتش هناخد مين؟ ارتفاع الجزء اللي فوق الانبوبه اللي فوق اللي هي 2 و2 زائد نص الجانب الرأسي. الجانب الرأسي طبعا طوله زي طول ده كده يعني 2 متر، فنصه يعني نص الاثنين. والاي طبعا ارتفاع مساحة الجانب الرأسي او مساحة الجانب الرأسي برضو 2 تربيع عادي زي ما هي، تمام. احسب براحتك بالله تطلع معاك 1 وربع في كام؟ في 10 أس 5 ايه؟ نيوتن برضو، تمام يا شباب. طيب يلا على السبورة اللي بعد كده. طيب يا شباب الفكرة رقم 7 مرتبطة برضو بفكرة القوة الضاغطة والعلاقة بقى اللي بينها وبين قوة الوزن. العلاقة بين القوة الضاغطة، تمام، وقوة الوزن اللي هي مين؟ اف جي. طيب تعالى كده عندي 3 مشاهد اهو. بص يا سيدي احنا عارفين طبعا ان قانون القوة الضاغطة بيساوي ايه؟ اف الضاغطة بيساوي الضغط في المساحة، تمام. القوة اللي بتضغط على القاع او القاعدة بتاعت الاناء بيساوي ضغط السائل الموجود في الاناء ده في مين؟ في مساحة القاعدة بتاعت الاناء. طيب تعالى هنا بص كده في المشهد الاول ده، لو كان مساحة القاعدة اللي تحت قد مساحة الوجه اللي فوق، تمام، وكان الاناء ده فيه سائل اهو،
وبرضه ده نفس الكلام برضه. يلا ركز معايا كده في المشهد الاول ده، لو كان مساحه القاعده اللي تحت قد مين؟ قد مساحه الوجه اللي فوق. يبقى معنى كده ان وزن السائل كله بيضغط على مين؟ بيضغط على مساحه القاعده. تمام. يبقى هنا كده الاف الضاغطه، القوه الضاغطه بتساوي ايه؟ بتساوي قوه وزن السائل، بتساوي الاف جي. ماشي، ده في المشهد الاول. طيب ركز معايا بقى هنا في المشهد الثاني ده. يا ترى هل القوة اللي بتضغط على القاعدة بتاعت الماء هي نفسها وزن السائل؟ طبعا لا. ليه بقى؟ بص، لأن القانون بتاع القوة الضاغطة بيساوي ايه؟ البي في المساحة. طب احنا بناخد مين بقى؟ بناخد مساحة القاعدة اللي تحت. طب مساحة القاعدة اللي تحت دلوقتي كبيرة، صح؟ يبقى القوة الضاغطة كبيرة. يعني هنا كده المساحة اللي تحت أو ايه اللي تحت، تمام كده، كبيرة، أكبر من مساحة القاعدة اللي فوق. يعني معنى كده القوة الضاغطة هتبقى أكبر من قوة الوزن. القوة الضاغطة أكبر من مين؟ أكبر من قوة الوزن، أكبر من الاف جي. أو بطريقة تانية، ركز كده معايا. بص يا شباب، لو احنا مثلا خدنا امتداد للقاعدة دي كده لفوق كده، تمام، يعني كأن هنا كده في الفراغات دي كأن فيها سائل برضو بيضغط معانا برضو. يعني كده القوة الضاغطة أكبر من مين؟ أكبر من وزن السائل، لأن وزن السائل هو مقدار السائل، هو مقدار وزن السائل اللي موجود جوه ده. طب القوة اللي بتضغط كأن في سائل كمان موجود في الفراغات دي كمان بيضغط معانا، يبقى كده قوة الوزن، يبقى كده القوة الضاغطة أكبر من مين؟ أكبر من قوة الوزن، أو قوة الوزن أصغر من القوة الضاغطة. طيب تعالى هنا بقى في المشهد ده. في المشهد ده مساحة القاعدة اللي تحت مالها صغيرة، خلاص الايه صغيرة، يبقى القوة الضاغطة ايه؟ صغيرة. ايه اللي تحت طبعا مساحة القاعدة اللي تحت صغيرة، تمام، يبقى القوة الضاغطة هنا صغيرة، تبقى أصغر من قوة الوزن. يبقى هنا اف الضاغطة تبقى أقل من مين؟ أقل من اف جي، أقل من قوة الوزن. بطريقة تانية، بص كده، لو احنا عايزين نجيب القوة الضاغطة بنعمل ايه؟ القوة العمودية، صح؟ فانت بتاخد امتداد كده للقاعدة لفوق كده. فبص يا شباب، كأن القوة اللي بتضغط مين؟ وزن عمود السائل ده بس. طب الوزن بقى، لا، الوزن انت بتاخد وزن السائل كله. فانت بص، عندك هنا سائل كمان هيدخل في الوزن بس مش هيدخل في القوة الضاغطة. يعني كأن شوية دول كده من السائل، تمام، كأن شوية دول كده من السائل داخلين في قوة الوزن، لكنهم مش داخلين في القوة الضاغطة. مين القوة اللي بتضغط؟ القوة العمودية بس على المساحة، تمام كده. يبقى كده القوة الضاغطة الصغيرة، ولكن الوزن بقى انت بتاخد مين؟ بتاخد وزن السائل كله. يبقى كده اف جي قوة الوزن هي الأكبر من القوة الضاغطة في الحالة دي، تمام. طبعا ده القانون العام اللي احنا اشتغلنا عليه. يبقى الخلاصة، لو مساحة القاعدة اللي تحت قد مساحة القاعدة اللي فوق، يبقى القوة الضاغطة بتساوي قوة وزن مين؟ السائل. طيب لو مساحة القاعدة اللي تحت كبيرة، خلاص الايه كبيرة، يبقى القوة الضاغطة كبيرة، يعني القوة الضاغطة هتبقى أكبر من قوة الوزن. طيب لو مساحة القاعدة اللي تحت صغيرة، الايه صغيرة، يبقى القوة الضاغطة ايه؟ صغيرة، يبقى هنا القوة الضاغطة هتبقى أصغر من مين؟ من وزن السائل. خلاص يا شباب. طيب ندخل بعد كده الفكرة رقم 8 اللي هي ايه بقى؟ بيقول لك لو انت عندك سائل، تمام، وعندك اكتر من نقطة قصاد بعض كده في مستوى افقي واحد في نفس السائل، الضغط عندهم هيكون متساوي. الضغط، تمام، يكون متساوي عند جميع النقاط الواقعة في مستوى افقي واحد. تمام كده. مثلا انا عندي اناء هنا، والاناء ده مثلا فيه سائل، تمام كده، واحنا مثلا حددنا اكتر من نقطة، مثلا نقطة هنا مثلا سميناها ايه، ونقطة هنا مثلا قصادها برضه في مستوى افقي معاها سميناها مثلا بي، نقطة مثلا تالتة سميناها مثلا سي. طيب الثلاث نقاط دول في نفس السائل ولا لا؟ طبعا في نفس السائل. وفي مستوى افقي واحد ولا لا؟ ايوه في مستوى افقي واحد. يعني بص، الارتفاعات هتبقى ايه؟ متساويه، تمام. الاتش هنا قد الاتش هنا قد الاتش هنا، وطبعا نفس السائل يبقى نفس الرو. ما هو الضغط يا شباب عند نقطه بيساوي البي عند نقطه بيساوي رو في الجي في الاتش. طيب بص لي كده على الثلاث نقاط دول، نفس السائل ولا لا؟ نفس السائل، يبقى نفس الكثافه، تمام. وطبعا الجي كده كده ثابته عند جميع النقاط. طب والاتش عندهم متساوي، ليه؟ عشان هم في مستوى افقي واحد، فالارتفاعات الراسيه متساويه. طالما الرو والجي متساويين، يبقى الضغط عندهم ماله؟ متساوي. يبقى بكل بساطه نقدر نقول ان الضغط عند النقطه ايه
بيساوي الضغط عند نقطة مين B بيساوي الضغط عند نقطة مين C. طالما الثلاث نقاط واقعين في مستوى أفقي واحد وفي نفس السائل الساكن المتجانس. طيب يبقى كده عشان نكمل الكلام نقول ايه ان النقاط ديت تقع في مستوى أفقي واحد تمام في نفس السائل الساكن المتجانس. في نفس السائل الساكن يعني يكون السائل مش متحرك ومتجانس يعني نفس السائل يعني كله زي بعضه تمام. طيب في نفس السائل الساكن الايه المتجانس. خلاص يا شباب. طيب بعد كده الفكرة رقم 9. لو عندك بقى اكتر من سائل في الاناء وانت عاوز تحسب الضغط الكلي تعمل ايه اهو. لو عندك اكتر من سائل في نفس الإناء تمام طبعا فوق بعض يعني وتكون السوائل ديت لا تمتزج معا تمام. بص كده مثلا مثال بسيط. ده مثلا إناء وكان مثلا فيه 3 سوائل بالمشهد ده كده. ده مثلا السائل الأول ده مثلا السائل الثاني ده مثلا السائل الثالث. هنسمي مثلا السائل اللي فوق ده سائل اسمه ايه اللي تحته هنسميه مثلا سائل بي والاخير ده هنسميه مثلا سائل سي تمام. طيب ولكن مثلا ارتفاعات السوائل الثلاثه مثلا متساويين يعني مثلا ارتفاعه اتش واللي تحته مثلا ارتفاعه برضه اتش والاخير برضه ارتفاعه اتش. وانا سألتك على الضغط عند النقطة اللي في الاخر ده تمام هنسميها مثلا نقطة اكس. يلا عايزين نجيب الضغط عند النقطة اكس. بالراحة كده يا شباب. مين اللي بيضغط على النقطة اكس؟ اللي بيضغط على النقطة اكس دلوقتي 4 حاجات. لو انا سألتك على الضغط الكلي خد بالك الاناء مفتوح يبقى اللي بيضغط عليه 4 حاجات. اول حاجة الضغط الجوي البي اي تمام عشان الاناء مفتوح. بعد كده السائل اي بعد كده السائل بي بعد كده مين السائل سي لان النقطة دي تقع فين في قاع الاناء. يبقى كده لو احنا عايزين نجيب الضغط الكلي عند النقطة اكس بص كده بي الكلي عند مين عند النقطة اكس بيساوي يلا الضغط الجوي زائد مين ضغط السائل ايه ضغط السائل ايه زائد ضغط السائل بي زائد مين زائد ضغط السائل سي. طيب لما تيجي تفك بقى الضغط الجوي خلاص قيمته معروفة رقم ثابت يعني. طيب ضغط السائل ايه تحسبه ازاي من كثافة السائل ايه في الجي في ارتفاع السائل ايه. طيب زائد ضغط السائل بي تحسبه ازاي برضه نفس الكلام من رو جي اتش برضه حيث رو ديت رو بتاعت مين كثافة السائل بي ودي طبعا ثابتة والاتش ارتفاع السائل بي زائد ضغط السائل سي برضه من رو في الجي في الاتش بس الرو بتاع السائل سي وارتفاع مين السائل سي. خلاص. فانت لو اداك مثلا ارتفاع كل سائل ما تروحش تجمع الارتفاعات كلها لا غلط. ليه؟ احنا بنجيب ضغط كل سائل لوحده وبعد كده بنجمع مين الضغوط كلها عشان نجيب الضغط الكلي عند نقطة معينة. خلاص. يعني ما حدش يقول لي هنا كده الارتفاع يبقى 3 اتش زائد اتش يبقى لا ده انت كل سائل بتجيب ضغطه لوحده. خلاص وبعد كده بتجمعهم مع بعض تجيب مين الضغط الكلي عند نقطة اكس. طيب تعالوا كده نشوف المسألة دي. بقول لك الشكل يوضح اناء مغلق باحكام. طيب اناء مغلق باحكام يبقى خلاص الضغط الجوي مش مؤثر معانا ممتلئ بسائلين A و B. طيب سائل A وده سائل B قال لك لا يمتزجان كثافتهما رو و2 رو على الترتيب. يعني السائل الاول اللي هو ذكره A يبقى ده كثافته 1 رو والسائل الثاني اللي هو البي كثافته كام 2 رو اهو. يبقى كده كثافة السائل A 1 رو وكثافة السائل B كام 2 رو ضعفه يعني في الكثافة. طيب فإذا كان ضغط السائل عند نقطة X هو 1 B ضغط السائل A عند نقطة X ضغط الشوية دول كده 1 B اهو الضغط عند النقطة X بتساوي 1 B. فإن ضغط السائلين عند نقطة Z بقى بيساوي كام الضغط الكلي عند نقطة Z. يلا بالراحة كده. أول حاجة يا شباب الضغط عند النقطة اللي هو ادالك أنت بتروح تحسبه. قال لا طب ما هو مديهولي لا ما أنت هتحسبه تاني. بص كده تحسبه بدلالة الرموز والأرقام يعني كده أولا أهو أولا هنحسب مين حساب الضغط عند نقطة مين عند نقطة اكس. يلا بي عند اكس بيساوي ايه رو في الجي في الاتش. الرو بتاع مين والله الرو بتاع السائل ايه تمام اهو الرو بتاع السائل ايه في ارتفاع مين ارتفاع السائل ايه اللي فوق النقطة اكس. خلاص خد بالك
يبقى لو احنا عايزين نعوض، يلا كثافة السائل ايه كام؟ هو قال لك كثافته 1 رو، عوض كده 1 رو في الجي، سيبها زي ما هي. في الارتفاع بتاع السائل ايه اللي فوق النقطة اكس، دلوقتي هو طبعا عامل لك تدريج بالسنتيمتر. فالارتفاع اللي فوق النقطة اكس كام بقى؟ من 15 ل 20، يعني 5 سم. تمام، 20 ناقص 15، المسافة دي كلها ناقص المسافة اللي تحت، يديك كام المسافة دي؟ او من 15 ل 20 5 سم على طول. طيب 5 سم يعني ممكن نكتبها كام؟ ممكن نسيبها 5 سم زي ما هي، او اللي هي 5 من 100 متر يعني. طيب يبقى كده الضغط عند نقطة اكس بيساوي كام؟ رو في الجي في 5. تمام ماشي. طيب تعالى لي بقى ثانيا حساب الضغط عند نقطة تانية بقى اللي هو عاوزها. الضغط عند مين؟ عند نقطة زد. طيب بي عند نقطة زد، يا ترى مين اللي بيضغط على النقطة زد؟ ده السائل ايه بيضغط كله، وشوية همت من السائل بي. يبقى كده بص اهو، ضغط السائل ايه كله زائد مين؟ ضغط شوية مين بتوع البي. طيب ركز كده يلا، ضغط السائل ايه رو في الجي في الارتفاع بتاع السائل ايه كله. الارتفاع بتاعه كام بقى؟ من 10 ل 20 يعني 10 سم. تمام اهو 10 زائد ضغط السائل بي كثافته كام؟ 2 رو، عوض عن الكثافة على طول ب 2 رو في الجي عجلة الجاذبية في الاتش بقى ارتفاع السائل بي اللي فوق النقطة زد. خد بالك مش الارتفاع كله، احنا بناخد الارتفاع اللي فوق النقطة كام؟ من 5 ل 10 يعني 5 سم اهو في 5. فانت دلوقتي عندك هنا 10 في رو في جي، 10 رو جي زائد 2 في 5 يعني برضه 10 من رو جي. اجمع كده 10 رو جي زائد يبقى كده 20 رو في الجي. ده مين؟ ده ضغط النقطة مين؟ النقطة زد. طيب انت دلوقتي عاوز تقارن بقى بين ده وده، فبنقسمهم على بعض. تمام، يبقى كده ضغط النقطة اكس على ضغط النقطة زد بيساوي، يلا ضغط النقطة اكس كام؟ 5 رو جي، 5 في رو في الجي. طيب ضغط النقطة زد 20 رو جي 20 تمام رو في الجي. طبعا بنطير رو جي مع الرو جي، اتفضل كام؟ 5 على 20 يعني 1 على 4. طرفين في وسطين بقى، 1 في البي عند زد بالبي عند زد بيساوي 4 في البي عند اكس، 4 في البي عند اكس. طيب الاربعه اهي. طب والضغط عند اكس بكام؟ هو كان قايل لك ب1 بي. تمام، الضغط عند اكس 1 بي. يبقى كده هنشيل الضغط عند اكس ونحط كام؟ بي. يبقى كده بي زد بيساوي كام؟ 4 بي يا شباب. يعني اذا كان الضغط عند نقطه اكس اللي هو مدالك 1 بي، يبقى الضغط عند نقطه زد كام بقى؟ 4 بي اللي هو ايه؟ اللي هو عايزها. خلاص يا شباب، يبقى كده ليه الاجابه ضغط السائلين عند نقطه زد هنقول كام؟ 4 بي. الفكره اللي بعد كده يا شباب فكره رقم 10، فكره مشهوره جدا وهي فرق الضغط بين نقطتين. فرق الضغط بين نقطتين. تعالى كده نشوف ايه الحكايه. بص كده، لو انا عندي سائل، تمام، هنا مثلا في مثلا سائل معين، تمام. طيب وانا مثلا حددت نقطتين فيه كده، نقطه مثلا تحت سميناها مثلا اكس، ونقطه فوق كده شويه سميناها مثلا واي، وانا عاوز اجيب فرق الضغط بين النقطتين دول. يلا مع بعض كده بالراحه. وليكن مثلا ارتفاع النقطه واي ده سميناه مثلا اتش1، تمام. طيب وارتفاع النقطه اكس هنسميه مثلا اتش2. طبعا ده الارتفاع اللي احنا هنحتاجه كله لمين واحنا بنجيب الضغط عند نقطه اكس، هنسميه مثلا اتش2. طيب بالراحه كده، يلا الضغط عند نقطه مين؟ عند نقطه واي بيساوي ايه؟ طبعا الضغط الجوي، تمام كده، اللي هو البي اي زائد ضغط السائل اللي هو رو في الجي في الاتش بتاع النقطه واي اللي هو احنا مسمينه اتش1. طيب هات لي كده يلا الضغط عند مين؟ عند نقطه اكس. الضغط عند نقطه اكس برضو الضغط الجوي بي اي زائد مين؟ زائد رو جي اتش. رو طبعا نفس الرو عشان نفس السائل، تمام كده، في الجي في الاتش بتاعها بقى اللي هو الكبير ده كله اللي هو مين؟ اتش2. طيب هو عايز ايه؟ عايزين فرق الضغط، يعني عايزين نطرح الضغط الكبير ناقص الضغط الصغير. يبقى كده دلتا بي فرق الضغط بين النقطتين اكس وواي بيساوي طبعا الضغط عند النقطه اللي تحت اللي هو اكس ناقص الضغط عند النقطه اللي فوق اللي هي مين؟ اللي هي واي. طيب الضغط عند نقطه اكس بيساوي ايه؟ يلا ده كله بي ايه زائد رو في الجي في اتش2 ناقص بتاع القانون الضغط عند نقطه واي كام بقى؟ بي ايه، تمام. طبعا مفترض زائد، صح؟ طب ازاي ده ينضرب في السائل؟ لان اصلا بص
كان مطالب يجيب ضغط واي في قوس كده لوحده، بي ايه زائد مين؟ رو في الجي في اتش واحد. فانت عندك بقى سالب في موجب بقت سالب، يبقى كده البي ايه دي بقت ايه؟ بقت سالب. طيب كمان سالب في موجب بقت سالب برضه، ما انت عندك السالب ده مضروب مره هنا ومره هنا، تمام؟ بص هنعملها واحده واحده. يلا بي ايه زي ما هي زائد رو في الجي في اتش 2 زي ما هي، سالب بي ايه بسالب بي ايه، تمام؟ بعد كده سالب في موجب بقت سالب مين؟ رو جي اتش واحد، رو في الجي في اتش واحد. طيب اختصر يلا. عندك هنا الضغط الجوي بالموجب وهنا الضغط الجوي بالايه؟ بالسالب، فيطيروا مع بعض. اتفضل مين بقى؟ رو جي اتش 2 اهو، رو في الجي في اتش 2 لو الارتفاع ده كله ناقص مين؟ رو جي اتش واحد، رو في الجي في اتش واحد. طيب احنا ممكن ناخد الرو جي عامل مشترك، ما هو نفس الكثافه ونفس مين؟ ونفس عجله الجاذبيه. فاحنا بص ممكن ناخد مين اهو؟ الرو جي عامل ايه؟ مشترك. افتح قوس بقى، اتفضل مين؟ اتش 2 ناقص اتش واحد، اتش 2 اللي هو الارتفاع الكبير ده كله ناقص اتش واحد، تمام؟ طيب دلوقتي احنا استنتجنا ايه بقى؟ فرق الضغط بين النقطتين اكس واي بيساوي ايه؟ رو جي في فرق الارتفاع اللي بينهم. ما هو انت لما تطرح اتش 2 ناقص اتش واحد يديك مين؟ يديك ارتفاع ده، الارتفاع اللي بين النقطتين. خلاص؟ فقاعدة عامة بقى كده اهو، الارتفاع اللي بين النقطتين اهو. فاحنا ممكن ايه نعممها بقى قاعدة عامة، ان فرق الضغط بين اي نقطتين دايما بيساوي ضغط السائل اللي بينهم، رو جي في الاتش اللي بينهم، تمام؟ تاني فرق الضغط بين اي نقطتين بيساوي ايه؟ ضغط السائل اللي بينهم، ضغط كمية السائل اللي بينهم، يعني رو في الجي في الاتش اللي بينهم. خلاص يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف المسألة دي. بيقول لك خزان يحتوي على زيت ضغطه 6.75% في 10 أس 4 و4.5 في 10 أس 4 بس عند نقطتين على ارتفاع 5 متر و7.5 متر من قاع الخزان. بعد كده قال لك فإن كثافة الزيت بتساوي كام؟ بس خد بالك، واحد يقول ازاي الضغط الكبير ارتفاعه صغير؟ ما هو قال لك هنا ايه؟ الارتفاع ديت من مينها؟ من قاع الخزان، يعني ارتفاعات ايه؟ من عند نقطة للقاع تحت، تمام؟ فالنقطة اللي هي قريبة من القاع المسافة اللي بينها وبين القاع صغيرة، يبقى كده هي النقطة ديت مالها؟ السائل فوقها كبير، فالضغط عندها كبير اهو. شوف هنا 5 متر، يعني النقطة ديت قريبة من مين؟ من القاع. يعني طب النقطة قريبة من القاع يبقى النقطة دي تحت اسفل، تمام؟ يبقى كده الضغط عندها اكبر. طيب هو عايز مين؟ كثافة السائل. على طول انت عندك دلوقتي الدلتا بي بتساوي ايه؟ رو في الجي في فرق الارتفاع، صح؟ اللي هو في الدلتا اتش. عايزين مين؟ عايزين الرو. هات الرو في طرف لوحدها، يبقى تساوي دلتا بي على مين؟ على الجي في دلتا اتش اهو، على الجي في دلتا اتش. عوض على طول يلا. فرق الضغط كام؟ الكبير ناقص الصغير، يلا على طول. 6.75% في 10 أس 4 ناقص الضغط الثاني اللي هو 4.5 برضه في 10 أس 4، تمام؟ على الجي عجلة الجاذبية مديها لك هنا ب10 في فرق الارتفاع بقى 7.5 طبعا ناقص كام اهو. افتح قوس الاول واطرح 7.5 ناقص كام؟ ناقص 5. على طول تطلع معاك الكثافة 900، طبعا الوحدة كيلو جرام على مين؟ على متر تكعيب، وتبقى المسألة خلصت يا شباب، تمام؟ يبقى دلوقتي احنا دلتا بي رو في الجي في مين؟ في دلتا اتش. يعني دلوقتي فرق الضغط بين النقطتين اللي هو مديهم لي دولت بيساوي رو في الجي في فرق الارتفاع اللي بينهم. خلاص؟ طيب الفكرة اللي بعد كده رقم 11 اللي هي مين؟ فكرة النسبة بقى. افكار مسائل النسبة. انت عندك قانون الضغط، البي بيساوي ضغط سائل بيساوي رو في الجي في الاتش. ارتفاع مين؟ الارتفاع العمودي او الراسي ما بين النقطة وسطح السائل. فاحنا دلوقتي لو احنا عايزين نقارن بين ضغط السائل عند النقطتين، فنقول ضغط عند النقطة الأولى على الضغط السائل عند النقطة الثانية بيساوي، القانون ده اتحط مرة فوق ومرة تحت، يعني الرو في البسط بص مفيش مقام أصلا، يبقى الرو تنزل رو 1 على رو 2، والجي جي 1. الجي تطلع مرة فوق مرة ترمى مع بعضها لأن طبعا الجي ثابتة. اتفضل مين عندك؟ اتش 1 على اتش 2، يعني الخلاصة بي 1 على بي 2 يبقى رو 1 في اتش 1 على رو 2 في مين؟ في اتش 2 على طول، تمام؟ دلوقتي انت عندك 1 2 3 4 5 6 حاجات، هو هيديك 5 ويطلب منك واحدة. تعالى كده نشوف المثال ده. بيقول لك إذا كان ضغط سائل ايه كثافته 1800 كيلو جرام على متر مكعب، يبقى دلوقتي هيبدأ يديك معلومات كل سائل، يبقى انت تفصل هنا كده السائل ايه والسائل التاني بيسميه ايه؟ هيسميه بي اهو، تمام؟
وهنا كده معلومات السائل بي. تفصل كده معلومات كل واحد لوحده عشان الدنيا ما تدخلش في بعضها. طيب قال لك اذا كان ضغط السائل ايه كثافته كذا، يبقى ده الرو بتاع مين؟ بتاع السائل ايه 1000 وكام و800 كيلو جرام طبعا على مين؟ على متر مكعب. اذا كان ضغطه عند نقطه في باطنه على عمق 20 سم يساوي بي. الاتش بتاع السائل ايه 20 سم. طب لو احنا عايزين نحاول نضرب في 10 سالب 2 تبقى 2 من 10 متر، والضغط بتاعه كان 1 بي. ادي الضغط بتاع السائل ايه كام؟ قال لك 1 بي. طيب تعالى لي بقى كده على السائل الثاني. فإن ضغط السائل بي كثافته 1200 كيلو جرام على متر مكعب، يبقى ده الرو بتاع السائل بي 1200 كيلو جرام على متر مكعب عند نقطة في باطنه على عمق 60 سم. يبقى ده الاتش بتاع السائل بي 60 سم يساوي كام بي بقى؟ دلوقتي هو عاوز مين؟ عاوز الضغط بتاع السائل بي. طبعا عايزه بدلاله البي يا شباب، زي ما ضغط السائل برضه كان بدلاله البي، هنا كان 1 بي. طيب يا ترى بقى ضغط السائل بي هيبقى كام بي؟ تعال نشوف على طول. احنا بنقسم الضغطين على بعض، تمام؟ دلوقتي عايز تقارن، يبقى نقول ايه؟ ضغط السائل ايه على ضغط السائل بي بيساوي على طول رو ايه في اتش ايه، قانون فوق اهو، على رو بي في مين؟ في اتش بي. ونعوض بقى كده، يلا. ضغط السائل ايه 1 بي. طيب ضغط السائل بي احنا عايزينه ينزل زي ما هو، الضغط بتاع البي. طيب كثافة الايه 1800 في ارتفاع السائل ايه 20 سم. تمام. تحت بقى كثافة السائل بي 1200 في ارتفاعه، 1200 في ارتفاعه طبعا 60 سم. طبعا ده بالسنت وده بالسنتي، فلو انت حولت هنا برضه هتحول تحت، فالتحويله اللي فوق هتطير مع التحويله اللي تحت، فمالهاش لازمه. تمام. ده بالآلة على طول يطلع معاك 1/2. يلا الطرفين فاصلتين بقى، يبقى انت عندك كده 1 في ضغط بي بينزل زي ما هو ضغط السائل بي بيساوي كام؟ 2 بي 2 في البي. يبقى كده ضغط السائل بي يا شباب طلع 2 بي. تمام. يبقى الإجابة الصح مين؟ هي 2 بي. كده بفضل الله نكون خلصنا يا شباب أفكار المسائل. فاضل بقى إن شاء الله معانا آخر سبورة، هي سبورة أفكار البيانية. يلا. أول فكرة معانا يا شباب في البياني تمثيل ضغط السائل. رقم 1 ضغط السائل. طيب القانون اللي عندي بتاع ضغط السائل بيساوي ايه؟ رو جي اتش. البي بتساوي ضغط السائل بيساوي كثافة السائل في عجلة الجاذبية في ارتفاع السائل ده. تمام. طيب وبالتالي يلا العلاقة بين البي والرو طردي. طب بين البي والجي طردية برضه. طب بين البي والاتش كلهم طردي. ببص كده، لو انا خدت البي هاخدها مرة مع الاتش، تمام، وهنا هاخدها مرة مع مين؟ مع الرو. يلا لو انا خدت البي مع الرو علاقة ايه؟ علاقة طردية، يعني خط مستقيم طالع من نقطة الأصل. طب البي مع الاتش برضه علاقة طردية، يعني برضه خط مستقيم طالع من نقطة الأصل. طيب يلا هات لي الميل هنا وهنا. سلوب الميل بيساوي ايه؟ فرق الصادات دلتا بي على فرق السينات دلتا رو، يعني بيساوي، يلا روح بقى من القانون هات بي على رو. بي على رو من القانون بيساوي مين؟ جي في الاتش، بيساوي جي في الاتش. طيب الميل هنا بقى نفس القصة برضه، الميل بيساوي يلا فرق الصادات دلتا بي على فرق السينات دلتا اتش. تمام. بي على اتش بتساوي ايه اهو؟ بي على الاتش بتساوي رو في الجي، كثافة السائل في عجلة الجاذبية الأرضية. تمام. طيب بص بقى، بما ان الجي هنا ثابتة، يبقى هنا الميل بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الاتش، عن ارتفاع السائل. طيب هنا برضو بما ان الجي ثابتة، يبقى الميل هنا بيعبر عن مين؟ بيعبر عن كثافة السائل. خلاص يا شباب. طيب خد بالك برضو انك ممكن تحسب الميل عن طريق مين؟ ظل الزاوية. الزاوية ده تان سيتا، الزاوية المحصورة بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني الميل برضو بيساوي مين؟ تان سيتا. هنا برضو نفس الكلام، الميل برضو ممكن تحسبه رياضيا عن طريق ظل الزاوية دي كده. تمام. الزاوية المحصورة بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني الميل برضو بيساوي مين؟ تان سيتا. خلاص. طيب تعالوا كده نشوف السؤال ده. بيقول لي ايهما اكبر كثافة في السوائل الثلاثة. جايب لك كده علاقة بيانية بين البي والاتش. خد بالك هنا قال لك الاتش بين موضع النقطة وسطح السائل، يبقى ده مين؟ الاتش بتاعنا بتاع القانون يعني. وجايب لك هنا 3 خطوط سي وبي وايه، وبيقول لك ايهما اكبر كثافة. يلا على طول نجيب الميل. والله الميل سلوب بيساوي ايه؟ فرق صادات دلتا بي على فرق السينات دلتا اتش. تمام.
من القانون بقى البي بتساوي رو في الجي في الاتش، يبقى انت عندك بي على اتش، بي على اتش ده ما ترجعش فاضي بتساوي رو في الجي. طيب بما ان الجي ثابته يبقى كده الميل بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الكثافه، يعني اكبرهم ميل اكبرهم كثافه. عندك السي ده زي عامل زاويه اكبر مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، عامل زاويه اكبر يبقى هو اكبر ميل يعني اكبر كثافه. يليه مين؟ يليه البي. يليه مين؟ يليهم اليه بقى اصغر زاويه يعني اصغر ميل يعني اصغر كثافه. خلاص يا شباب، يبقى هنا الميل بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الكثافه، وبالتالي نقول اهو كثافه السائل سي اكبر من كثافه مين؟ البي، وكثافه البي اكبر من كثافه السائل ايه. خلاص، احنا على طول متعودين الخط اللي بيميل اكتر ناحيه الصادات ده اكبر ميل. طيب فكره رقم 2 بقى يا شباب، تمثيل الضغط الكلي والاناء مفتوح. الضغط الكلي تمام والاناء مفتوح. الاناء مفتوح يعني السائل كده معرض لمين؟ معرض للضغط الجوي. خلاص. طيب القانون بتاعنا طبعا البي الكلي في الحاله دي كنا بنقول بيساوي ايه؟ بيساوي الضغط الجوي البي ايه زائد ضغط السائل بقى اللي هو رو في الجي في الاتش بتاع السائل. فدلوقتي لو احنا عايزين ناخد برضه الضغط الكلي البي الكلي عايزين ناخده مره مع الاتش ومره عايزين ناخده مع مين؟ مع الكثافه. البي الكلي ناخده مره مع مين؟ مع الكثافه. طيب بالراحه كده يلا. دلوقتي بص كده على العلاقه ديت، لو انا قلت لك ان الكثافه بصفر يعني احنا واقفين هنا كده، هل الضغط الكلي هيساوي صفر؟ لا. ليه؟ بص لو الكثافه صفر عوض كده، لو الرو صفر المقدار ده هيساوي صفر اللي هو رو في الجي في الاتش، بس الضغط الكلي هيساوي الضغط الجوي. يبقى دلوقتي لو الرو صفر الضغط الكلي لا يساوي صفر، يبقى الخط بقى مش هيطلع من عند صفر وصفر، هيطلع من عند صفر بس الضغط هيساوي مين؟ هيساوي الضغط الجوي بقى. يعني ايه؟ ليه قيمه معينه. الضغط الجوي لا يساوي صفر طبعا، ده بيساوي 1 في 10 او 1 في 13 من 1000 في 10 أس كام في 10 أس 5. يبقى ده يا شباب في جزء مقطوع اهوت اللي هو مين؟ اللي هو الضغط الجوي. طيب كل بقى ما الكثافه تزيد الضغط الكلي ايه؟ يزيد. فكل ما الكثافه تزيد الضغط الكلي يزيد. يبقى ايه العلاقه؟ خط طالع كده، اسمها علاقه ايه؟ تزايديه بقى مش طرديه. طرديه لو الخط طالع من عند نقطه الصفر، تزايديه لو في جزء مقطوع الخط ايه؟ طالع من فوق شويه. يعني لو الكثافه زادت الضغط هيزيد بس مش بنفس النسبه. خد بالك هنا ايه الفرق بين العلاقه دي والعلاقه دي؟ هنا العلاقه بين الضغط والكثافه علاقه طرديه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني مثلا لو الكثافه زادت للضعف الضغط بيزيد للضعف، لو الكثافه زادت الى 3 امثالها الضغط بيزيد الى 3 امثاله. طب هنا بقى الكثافه لو زادت الضغط برضه هيزيد بس مش بنفس النسبه. يعني لو الكثافه هنا زادت للضعف هل الضغط هيزيد للضعف؟ لا، هو هيزيد بس مش للضعف. الكثافه زاد ل3 امثالها الضغط برضه هيزيد بس مش ل3 امثاله. يعني هنا زياده بس مش بنفس النسبه، اما هنا كانت زياده زياده بنفس النسبه. تمام. فدي بقى طالما الزياده والنقصان بنفس النسبه فبنقدر نقول عليها علاقه طرديه. اما هنا الزياده او النقصان مش بنفس النسبه فبنقول عليها علاقه تزايديه مش طرديه. تمام. ده الفرق بين التزايد والطردي. طيب بص كده كذلك برضه لو الاتش بصفر. يعني ايه اتش بصفر؟ يعني انت واقف فوق عند سطح السائل مفيش ارتفاع للسائل، هل ضغطك هيساوي صفر ولا في ضغط جوي هيأثر عليك؟ في ضغط جوي هيأثر عليك. يبقى لو الاتش صفر برضه الضغط الكلي لا يساوي صفر وانما بيساوي مين؟ الضغط الجوي. طيب كل بقى ما الاتش يزيد يعني انت بتنزل لتحت، كل ما الاتش يزيد بتنزل لتحت الضغط الكلي يزيد، فبرضه تبقى علاقه تزايديه بالشكل ده كده. لو انت عاوز تحسب الميل عادي يلا هات الميل كده سلوب بيساوي فرق الصادات دلتا بي اللي هو طبعا البي الكلي ناقص البي على فرق مين؟ السينات دلتا رو. طيب بي على الرو، انت هتعدي هناك بشرط مخالف عشان تطرح بي كلي ناقص البي تمام. كانك برضو دلتا بي على رو تفضل مين؟ جي في الاتش برضو. يعني بص الميل قيمته هنا مش هتختلف عن هنا تمام، برضو هنا جي في الاتش. طيب عايز تجيب برضو الميل هنا عادي برضو نفس القصه برضو السلوب برضو بيساوي دلتا بي على دلتا اتش هيساوي مين؟ برضو رو في الجي. خلاص يا شباب. طيب ماشي. طيب ركز بقى في الفكره رقم 3 دي. طبعا هنا الاتش اللي احنا كنا بنمثله ده مين؟ ده بعد النقطه عن سطح السائل. تمام. بعد النقطه عن مين؟ عن سطح السائل. طيب لو احنا بقى عايزين نمثل الاتش اللي هو بعد النقطه عن قاع السائل بقى، اتش بعد النقطه تمام عن قاع الاناء. ركز بقى معايا في الجزئيه دي كده. يعني لو انا قلت لك بص كده حطيت لك انا مثلا نقطه هنا كده سميناها مثلا اكس تمام، ونقطه فوق عند سطح السائل كده سميناها مثلا واي. يلا مع بعض بالراحه بقى. طبعا انا عايز اعملها بطريقتين، لو كان الاناء مغلق ولو كان الاناء مفتوح. ركز كده معايا. يبقى رقم 1 اهو
لو الإناء مغلق يا ترى التمثيل البياني هيبقى عامل ازاي؟ طبعا بين الضغط والاتش ده. تمام. هنا رقم 2 لو كان بقى الإناء مفتوح يا ترى برضو التمثيل البياني بين الضغط والاتش ده هيبقى عامل ازاي؟ ركز هنا، مش العلاقة مش بين ضغط وكثافة، بين ضغط وارتفاع. بس مين الارتفاع او مين البعد ده بعد النقطة عن القاع، المسافة اللي تحت. فدلوقتي بص كده، لو النقطة اكس ديت دلوقتي الاتش بتاعنا ده اللي بين النقطة والقاع كام؟ صفر. طيب لما يبقى الاتش صفر يبقى الضغط الكلي كام؟ الضغط الكلي قيمة عظمى اكبر ما يمكن. ليه؟ هيساوي ايه؟ الضغط الجوي زي الضغط السائل. طيب لو ما فيش ضغط جوي يبقى هيساوي ضغط السائل بس. يعني مثلا لو الإناء مغلق يبقى دلوقتي هيساوي مين؟ ضغط السائل بس. يعني بكل بساطة لو الاتش ده صفر، يعني احنا فين؟ عند القاع. فانت وانت واقف عند القاع تحت ما فيش مسافة بينك وبين قاعدة الإناء، ده انت لازق في القاع، فالمسافة بينك وبين قاعدة الإناء كام؟ صفر. طيب يبقى الاتش بتاعت القانون بقى ارتفاع السائل كده اكبر ما يمكن، يبقى الضغط كده اكبر ما يمكن. يبقى لو الاتش صفر الضغط يا شباب هنا بيساوي مين؟ بيساوي ايه؟ بيساوي ضغط السائل الرو جي اتش، بيساوي اكبر ما يمكن. تمام. طيب لو احنا بقى ايه طلعنا بالنقطه ديت لفوق كده، فالارتفاع بين النقطه والقاع او قاعده الاناء عمال بيزيد، او انت طالع لفوق الارتفاع ماله ده عمال بيزيد. طب الارتفاع بقى بتاع القانون بقى الاتش بتاع القانون عماله بتقل، ما انت بتطلع لفوق فالضغط الكلي بيقل، صح؟ يبقى بص بقى الاتش اللي تحت لو بيزيد يبقى الاتش اللي فوق بتاعت القانون بتقل. خلاص محدش يتوه مني. النقطة اهي دلوقتي المسافة اللي بينها وبين القاع كام؟ صفر، مفيش بعد، ده انت لازق في القاع. يبقى لو الاتش صفر يبقى الضغط اكبر ما يمكن. طيب وانت بتطلع لفوق بقى يعني الاتش اللي تحت ديت عمالة بتزيد فالضغط عمال بيقل، صح؟ والاتش بتزيد الضغط عمال بيقل. يبقى الخط فين يا شباب؟ نازل كده لحد ما تطلع فين بقى؟ عند نقطة واي. يبقى عند نقطة واي الاتش ما بين النقطة والقاع كبير جدا. طب الضغط بقى كام؟ صفر. ضغط صفر. تمام الضغط صفر. يبقى كده النقطة اكس دي تمثل فين؟ تمثل هنا كده. طب لما بقى الارتفاع ما بين النقطة والقاع اكبر ما يمكن، يبقى كده الضغط صفر على اعتبار ان ده ايه؟ الاناء مغلق. طيب تعالى بقى لو كان الاناء مفتوح نفس الكلام برضو. لو الارتفاع صفر يعني احنا واقفين فين؟ عند القاع. تمام. يبقى الضغط برضو هيبقى اكبر ما يمكن، يبقى دي كده النقطة اكس. طيب كل ما تطلع لفوق الضغط بيقل بس الارتفاع ما بينك وبين القاع بيزيد. الارتفاع بيزيد بس الضغط الكلي بيقل عشان انت بتطلع لفوق. يبقى هو الارتفاع بيزيد بس الضغط برضه ايه؟ الضغط بيقل بس مش هيوصل للصفر. تمام. ليه؟ ما انت لما تطلع هنا كده وتوصل عند النقطة واي، النقطة دي مثلا هنسميها نقطة واي، دلوقتي الضغط عندك مش بصفر. ليه؟ لأن الإناء مفتوح. تمام. فاللي بيضغط عليك مين؟ الضغط الجوي. يبقى النقطة دي كده مش هنوصل للصفر زي هنا بقى. النقطة دي كده قصادها مين؟ قصادها يمثل قيمة مين؟ الضغط الجوي يا شباب اللي هو البي اي. خلاص. اتمنى تكون الجزئية ديت واضحة. تعالى نحل عليها سؤالين. السؤال الأول يا شباب بيقول لي الشكل يوضح العلاقة بين الضغط عند عدة نقاط تقع في باطن بحيرة وعمق هذه النقاط اللي هو الاتش عن مين بقى؟ عن سطح البحيرة. طالما العمق اللي هو مديه هنا عن السطح يبقى العلاقة ايه؟ كل ما العمق يزيد او الارتفاع يزيد مين؟ الضغط بيزيد. تمام. يبقى لازم تكون العلاقة يا اما طردية يا اما ايه؟ تزايدية. طيب اوجد رقم 1 قيمة الضغط الجوي. على طول الضغط الجوي انت مغمض الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو كام؟ 1. بس ده 1 بس مضروب في كام؟ في 10 أس 5. يبقى كده الضغط الجوي المطلوب الاول اهوت الضغط الجوي البي اي بيساوي كام؟ 1 بس مضروب فوق في 10 أس 5 والوحدة طبعا ايه؟ باسكال او نيوتن على مين؟ على متر مربع. طيب المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ عاوز كثافة ماء البحيرة. الرو كثافة المية بيساوي كام؟ يلا نجيب الميل على طول. والله الميل دلوقتي بيساوي دلتا بي فرق الصادات على فرق السينات على دلتا اتش. تمام. عملناها اكتر من مرة هنا يعني. طيب دلتا بي على دلتا اتش لو انا مش عارف هي ايه اكتب القانون كده يلا. مش دلوقتي البي بيساوي طبعا الضغط الكلي بيساوي البي اي ضغط الجوي زائد رو في الجي في الاتش. طيب دلتا بي اللي هو الضغط الكلي ناقص الضغط الجوي بيساوي مين؟ رو في الجي في الاتش. فلما تيجي نبص كده اكتبها تحت البي بيساوي طبعا ده الضغط الكلي. تمام. بيساوي الضغط الجوي زائد رو في الجي في الاتش. طيب هتعدي انت مين بقى؟ هتعدي طبعا انت عاوز تجيب الكثافه فتعدي البي هناك بإشارة مخالفه. يبقى البي الكلي الضغط الكلي ناقص الضغط الجوي بيساوي رو في الجي في الاتش. ده مين؟ ده فرق الضغط اللي هو دلتا بي. هتقسمه على مين انت؟ على دلتا اتش يديك مين؟ يديك رو في الجي
يديك الكثافة مضروبة في عجلة الجاذبية الأرضية. خلاص. طيب ده الميل فيزيائيا. طيب تعالى بقى احسبه كده بقى، احسب القيمة الرياضية بتاعته. دلتا بي اللي هو الضغط الكلي ناقص الضغط الجوي. يعني بص هتاخد انت التلاتة تطرح منها كام؟ 1. 3 ناقص 1. بس خد بالك التلاتة دي كانت مضروبة في 10 أس 5، والواحد برضو مضروب في 10 أس 5. فانت بعد ما تطرح اضرب في 10 أس ايه؟ في 10 أس 5 على مين بقى؟ على دلتا اتش. طيب انت خدت التلاتة قصاد كام هنا؟ 20 متر، والواحد قصاد الصفر، يبقى 20 ناقص صفر يعني 20 اهو. خلاص. تاني فرق الصادات على فرق السينات بتيجي ازاي؟ الناس لو الخط طالع من عند الصفر بياخد اخر رقم يقسمه على اخر رقم على طول. طب لو الخط بقى مش بادئ من عند الصفر يبقى لازم تطرح بقى، تطرح القيمه دي تلاقي اخر رقم ناقص الجزء المقطوع. لكن فرق السينات عادي اخر رقم ناقص صفر يعني اخر رقم وخلاص. تمام. يعني هنا فرق الصادات 3 ناقص 1، بس طبعا تضرب في العامل المشترك اللي هو 10 أس 5 على 20 ناقص صفر اللي هي 20 يعني. طيب يبقى كده انت عندك الميل كده بيساوي كام؟ فوق 3 ناقص 1 يعني 2 في 10 أس 5 على كام تحت؟ على 20. 2 على 20 اللي هو 1 على 10، ال10 تطلع فوق 10 أس سالب 1 تنضرب في 10 أس 5 بقت 10 أس 4. تمام. 10 أس 4 ايه بقى؟ دي قيمة مين؟ دي قيمة الرو في الجي. الكلام ده بيساوي الرو في الجي يا شباب. انت عاوز مين؟ انت عاوز الرو، يبقى البعيد على القريب. يبقى كده الكثافة، كثافة المية بتاعت البحيرة بتساوي 10 أس 4 على مين؟ على الجي اللي هي ب10. عجلة الجاذبية مديها هنا في المسألة ب10. يبقى فوق كده 10 أس 4 على 10 يعني 10 أس 3 كيلو جرام على المتر تكعيب. خلاص. طبعا كلام منطقي، لأن طبعا معروف إن كثافة مية البحيرة طبعا مية عذبة، فكثافتها لازم تطلع بكام؟ ب1000 كيلو جرام على متر تكعيب. طيب السؤال الثاني بيقول لك إناء زجاجي به سائلين اكس وواي لا يمتزجان. طيب ارتفاع سطح كل منهما عن قاعدة الإناء 1/10 متر و17 من 100 متر. بالراحة بقى كده، لو احنا عايزين نرسم المسألة ده يا شباب. تمام. أدا الإناء اهو، وأدا قاعدة الإناء. طيب في سائلين، واحد ارتفاعه كام؟ 1/10. يعني مثلا ده السائل الأول اهو، ارتفاعه عن قاعدة الإناء. تمام. خد بالك ده مش ارتفاع عن السطح، ده ارتفاع مين؟ عن قاعدة الإناء. تمام. اللي هي الحالة التانية احنا كنا شارحينها هنا كام؟ 1/10 متر. ماشي. طيب ده السائل الأول. بعد كده قال لك والسائل التاني ارتفاعه 17 من 100 متر برضو عن مين؟ عن قاعدة الإناء. التاني يعني التاني كده. تمام. الارتفاع ده كله 17 من 100 متر. 17 من 100 متر. يعني شوية دول كام يا شباب؟ 7 من 100. خلاص. شوية دولت 7 من 100 متر. ادي ارتفاع السائل التاني وجبناه. طيب بقول لك والشكل البياني ده يوضح العلاقة بين الضغط ب عند نقطة داخل السائلين والبعد دي للنقطة عن مين بقى؟ عن قاعدة الإناء. هنا بقى مديك الارتفاع والبعد ما بين النقطة والقاع تحت. طبعا كل البعد لما بيزيد يعني الضغط بيقل، يبقى العلاقة تبقى علاقة تناقصية بقى، الخط نازل كده. طيب هو عايز عاوز قيمة الضغط الجوي وعاوز كثافة السائل واي. ركز كده معايا. طبعا الشباب هنا اللي بيضغط، طبعا الإناء مفتوح. تمام. اللي بيضغط هنا مين؟ الضغط الجوي البي. طيب خد بالك بقى، يا ترى مين السائل اللي تحت ومين السائل اللي فوق؟ ركز كده بقى من الرسم البياني. طبعا من الرسم البياني اقل ضغط عندك هو الضغط الجوي اللي هو مين؟ 9.1 بس مضروب في كام؟ في 10 أس 4. ده اقل ضغط يا شباب. يبقى دي قيمة الضغط الجوي على طول اهو. يبقى قيمة الضغط الجوي وانت مغمض على طول كام؟ 9.1 في 10 أس 4. يبقى كده المطلوب الاول اهو الضغط الجوي البي 9.1 في 10 أس 4 بقى؟ باسكال او نيوتن على متر مربع. تمام. طيب ليه بقى؟ ركز كده معايا. ما انت دلوقتي لما انت تبقى واقف هنا كده يعني الارتفاع اللي بينك وبين القاع صفر. طيب لما يبقى الارتفاع اللي بينك وبين القاع صفر، يعني انت واقف فين؟ هنا كده. خلاص. عند القاع، عند قاع الإناء. فالضغط هيبقى اكبر ما يمكن. شوف الضغط اكبر ما يمكن اهو. تمام. الخط فين؟ عند 9.25 في 10 أس 4. طيب لما انت بقى تبقى واقف فين؟ فوق خالص هنا كده عند سطح، يعني الارتفاع ما بينك وبين القاع بقى كبير جدا، اكبر ما يمكن اهو. دي بص كبيره جدا، اكبر ما يمكن. يبقى انت واقف فين؟ عند السطح. يبقى الضغط اللي مؤثر عليك هو الضغط الجوي اهو. انت واقف هنا كده، الضغط المؤثر عليك قيمته هي الضغط الجوي. خلاص. طيب بص بقى كده، مش احنا بنقول وانت واقف هنا كده عند السطح
الضغط المؤثر عليك هو الضغط الجوي. اللي هي النقطه دي كده، الضغط المؤثر عليك هو الضغط الجوي. طيب كل ما تنزل لتحت بقى ايه اللي بيحصل؟ الضغط بيزيد. يعني تبص بترجع، كل ما تنزل لتحت المسافه اللي بينك وبين القاع بتقل اهو. المسافه اللي بينك وبين القاع بتقل وانت بتنزل لتحت كده. طيب وانت بتنزل لتحت مين اول سائل قبلك؟ السائل واي. يبقى السائل اللي فوق ده كده، ده كده يا شباب بكل بساطه السائل واي. طيب يبقى السائل اللي تحته بقى مين؟ السائل اكس. خلاص السائل مين؟ السائل اكس. عشان لو انت مفكر العكس لا، دلوقتي اهو وانت فوق عند السطح فالمسافه اللي بينك وبين القاع اكبر ما يمكن، دي اكبر ما يمكن 17 من 100 متر. الارتفاع ده كله 17 من 100 متر ارتفاع اللي هو مديهولك في المساله. فالضغط دلوقتي مفيش ضغط غير الضغط الجوي وانت واقف فوق اهو، مفيش ضغط غير مين؟ الضغط 9 في 10 أس 4. طيب كل ما بتنزل لتحت بقى كل ما بتنزل لتحت المسافه اللي بينك وبين القاع بتقل، فالضغط اللي بيحصل له؟ الضغط بيزيد كل ما ترجع لورا المسافه اللي بينك وبين القاع بتقل والضغط يبدا يزيد. شوف الضغط يبدا يزيد لحد ما يبقى اكبر ما يمكن 9.25 في 10 أس 4. لو انت فين؟ عند القاع بقى هنا كده، يعني المسافه بينك وبين القاع صفر. تمام. طيب يبقى كده المطلوب الاول جبناه على طول بطريقه مباشره على طول من الرسم البياني. رقم 2 بقى وعايز كثافه السائل واي. طبعا كثافه السائل واي لازم يكون معاك ضغط السائل واي. الضغط بتاع السائل واي بيساوي رو في الجي في الاتش، وعايز مين؟ الرو بتاع الواي. يبقى لازم يكون معاك ارتفاع السائل واي وضغط السائل واي. طيب ضغط السائل واي هتجيبه ازاي؟ بص كده وانت واقف هنا اهو. تمام. هتجيب ايه؟ هتجيب الضغط عند النقطه ديت. طب النقطه ديت فين بقى؟ النقطه اللي هي عند السطح الفاصل ما بين السائل واي والسائل اكس. تمام. هتطرح منه الضغط الجوي. هتطرح منه مين؟ هتطرح منه الضغط الجوي. تاني هتجيب انت الضغط هنا كده، تمام، اللي هو تحت السائل واي مباشره، وتطرح منه الضغط الجوي يديك مين؟ ضغط السائل واي. يبقى بص اهو، الضغط ما بين السطح الفاصل ما بين السائل اكس والسائل واي اللي هو قيمته كام؟ 9.15 في 10 أس 4. وهتطرح منه مين؟ الضغط الجوي اللي هو 9.1 في 10 أس 4. تمام. 9.1 في في 10 أس 4. يبقى دلوقتي يا شباب عشان نجيب الضغط بتاع السائل واي هيساوي 9.15 من 100 ناقص 9.1. طبعا الكل مضروب في العامل المشترك اللي فوق اللي هو كام؟ 10 أس 4. تمام كده. طيب ده مين؟ ده ضغط السائل واي زي ما يطلع بقى نيوتن طبعا على مين؟ على متر مربع. طيب بعد كده الارتفاع بتاع السائل واي. الارتفاع بتاع احنا اصلا جبناه، طرحنا 17 من 100 ناقص 1 من 10 دي كام؟ 7 من 100. يبقى على طول بقى عوض في القانون هات مين؟ هات الكثافه. يبقى كده كثافه السائل واي بتساوي الضغط بتاعه على الجي في الاتش. تمام. تعوض على طول يا شباب. يبقى كده البي بكام؟ الرقم ده 9.15 من 100 ناقص 9.1 من 10. الكل كده مضروب في 10 أس 4. يعني انت بتطرح بعدين بتضرب في 10 أس 4 على الجي مديها في المساله 9.8 من 10 في ارتفاع السائل واي طبعا اللي هو بكام؟ 7 من 100 اللي هو الارتفاع الكلي ناقص ارتفاع الاكس. تمام. يطلع معاك 7 من 100. تحسب الكلام ده براحتك بالآلة. تطلع معاك كثافه السائل واي كام بقى؟ 728 و86 من 100. طبعا الوحده كيلو جرام على مين؟ على المتر تكعيب. وبكده يا شباب بفضل الله نكون خلصنا درس الضغط بالكامل جميع الافكار. يلا اشوفكم على خير الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله، مش هتاخر عليكم. السلام عليكم.